تعالى بقى كده نبتدي نعمل العربية بجنب. فهنيجي نخش كده على الإيدجز واخش على الرايت فيو. احنا كنا هنا خفينا كل حاجة، فهقول له الت اتش عشان ارجع كل حاجة، واجي هنا اخش على الإيدجز دي شيفت زد، اخش كده اقرب شوية، واجي هنا اقول ايه، اقول ان انا عايز اعمل لوك كات الحتة دي، وبعدين اجي امسك الفيسز دي كلها واقول له اكس فيسز، واجي عند الادجز دي واقول له اي على الواي، اخده كده واجي من التوب فيو جي احرك ده كده شويه، واجي من الرايت وافضل بقى باك اند فورس بالشكل ده، اي على الواي، شد ده كده شويه من التوب فيو، اتاكد ان انا خلاص هبتدي امشي مظبوط. ممكن اخد اي واسحبه كده على الواي لان هو خلاص بقى معدول، واجي مثلا اقف هنا كده عشان تبقى العربيه بتاعتي ناعمه بشكل كبير. نبتدي بقى هنا ايه، نكمل الباب، رايت شيفت زد تاب كيس، شيل السب ديفيجن سيرفيس مؤقت. عايز امسك الادجز، انا اسف، عايز امسك كل ده جي جي واجيبه الناحيه دي شويه، وهنا ابتدي اعمل كنترول ار عشان ازود اللوك كات، عشان احاول احافظ بقدر الامكان على السبيسنج ما بين الفيرتكس. واجي هنا اقرب شويه، واجي هنا بقى ابتدي اقول له ايه، هات لي الفيرتكس، عايز امشي على الخط ده، عايز اعمل الرفرف بتاعه. فمثلا هاجي هنا جي جي وامسك دي كده، اللي ده دلوقتي كده تمام. ده الكيرف اللي انا عايزه، فبالتالي هاجي امسك الفيسز، امسك الفيس ده مع الفيس ده، امسك كل دول واقول له اكس شكرا انا مش عايزكم. تمام. لما اجي هنا بقى اتاكد، اخش على شيفت زد واحط هنا سب ديفيجن سيرفيس، الاقي ان الكيرف بتاع العجل بقى موجود عندي. شيفت زد، ناقص هنا ايه بقى، انا عايز اعمل كات كده وانزل هنا لكل ده، اشيل بقى ده، اجي هنا امسك النايف تول وعايز اعمل ده ستريت لاين لهنا وده هنا بس كده. تمام. اتاكد بقى ان التوبولوجي بتاعي مظبوط، اربعات كله كوارترز ما عدا دول. فممكن اجي امسك الكي كده كده edges، اجي هنا امسك الادج ده، خلاص انا مش محتاج ده، كنترول اكس، مش محتاج ده، كنترول اكس، واجي هنا على الفيرتكس امسك ده جي يخش هو مكانه. همسك بقى كل الايدجز دي بالكنترول، كل دي لغايه فوق كده، وبعدين اعمل لها بيفل صغير جدا، وابص عليها كده واتاكد، وممكن اعمل لها اكسترود لجوه شويه عشان تديني الحز او الدخول البسيط اللي انا محتاجه، اللي موجود في الريفرنس ايمج. باجي بقى امسك الفيس ده، انا مش محتاج ده، لازم ادلته، وده كمان هدلته.
عشان بقى نعمل الجنب بتاع العربية، تعال نخش كده على رايت فيو شيفت زد. اول حاجة بس عايزين نعملها نمسك الايدجز ونمسك الايدج ده كله، نقول له سكيل على الواي 0 عشان يتعدل مظبوط. هقفل بس السب ديفيجن سيرفيس دلوقتي، واخد الايدج ده، خلينا نقرب كده، واقول له اي زد، انزل لتحت شويه لغايه هنا، وبعدين هاخد كل الايدج ده. جميل. تعالى بقى كده شيفت زد. انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز ادخل ده كده، هقول له اكسترود على الاكس وادخله حاجه بسيطه كده. خلينا نقرب عشان هنعدل فيه كذا مره. شغل السب ديفيجن سيرفيس عشان نبقى متاكدين من اللي احنا عايزين نعمله. وبعدين هاجي اعمل هنا سبورت ايدج في الحته دي. مهم قوي ان انت تعمل السبورت ايدج ده، واجي امسك الايدج ده كده. الفكره في ايه؟ الفكره ان انا عايز الغي الحز اللي احنا عاملينه هنا من باقي العربيه. لو جيت هنا من رايت فيو شيفت زد ورجعنا لورا كده وقفلنا ده كده عشان نشوف، هتلاقي ان حز العربيه اللي معمول بيه الباب مش مكمل هنا، فانا عايز الغي الحته دي. طيب هنلغي ده ازاي او هنتحايل عليه ازاي؟ شيفت زد، هاجي اخش على الفيرتكس اللي موجوده هنا، فيرتكس دي، وهاجي هنا واقول له افعل بس دي كده، ولا مش لازم امسك الفيرتكس دي مع الفيرتكس دي واقول له ميرج ات لاست، يقفل الاتنين على بعض، وامسك ده مع ده واقول له ميرج ات لاست بالشكل ده. تمام. وبعدين هاجي امسك الايدج ده تاني واقول له اكسترود على الواي، انا عايز اجيبه الناحيه دي شويه، وليكن حاجه بسيطه كده. وبعدين اكسترود كمان مره على الاكس عشان انا عايز اجيبه لقدام كده شويه. وبعدين عشان يتظبط معايا بقدر الامكان ممكن اجي من التوب فيو واقول له جي اكس، حركه بس شويه كده، ياخد تقريبا نفس الحجم. الحته دي كبيره احنا هنعدلها. تمام. ودي كمان كبيره قوي، جي اكس، نرجع لورا كده شويه، وبعدين اكسترود كمان مره على الواي في الاتجاه ده. لو جيت بقى دلوقتي وطلعت للاوبجكت مود هتلاقي ان انا لغيت الحز من هنا، الحز اللي موجود هنا ما كملش معايا هنا. ادي 1 2. الحته هنا سموز بقدر الامكان، شكلها كويس مش وحش وهنعدلها دلوقتي. وفي نفس الوقت عملت الحز ده وحافظت على الشكل بتاعي اللي هنا. ممكن بقى هنا اجي امسك الفيسز، اوقف ده تاني واخد كل دول الت واختار ايدج في نص الفيسز كده عشان يختار لي كل الفيسز المرتبطه ببعضها، وهقول له جي اكس، طلعه لي لقدام شويه لان هو ايه رجع قوي لورا. ممكن ادوس شيفت عشان اتحرك، يبقى عندي كنترول ظريف. في هنا ايدج، الايدج ده جي اكس، واطلع الايدج ده شويه. تعال نشغل تاني سب ديفيجن سيرفيس، وامسك ده كده واقول له جي، خليه يروح كده شويه. بص بقت ناعمه ازاي، بقت ناعمه بقدر الامكان. يمكن كده انا ممكن اظبطها كمان شويه، جي واجيبها الناحيه دي. فبقى عندي لو انا طلعت بره التاب مود هتلاقي ان الشكل بتاعي بالذات في الحته دي النعومه هنا متكمله، الحته دي
الى حد كبير ماشيه مظبوط، وفي نفس الوقت مش عامله لي المشاكل، وعملت الحز اللي بالطول بتاع شكل الجنب بتاع العربيه التكمله بتاعتها. لو عايز تظبطها اكتر ممكن تقعد تشتغل تاخد وقتك فيها تماما عشان خاطر تطلع الحاجه زي ما انت عايز. يعني بص ده كده ممكن اخد ده جي شويه كده. تعال نشغل السب ديفيجن سيرفيس. انا بس بحاول ان انا اشغل السب ديفيجن سيرفيس وارجعها تاني عشان انت تبقى شايف احنا بنعمل ايه ويبقى الدنيا واضحه بالنسبه لك. تاب اوبجكت مود، تلاقي ان الدنيا بقت ناعمه خالص بالذات في الحته دي، وان كانت هي هتبقى بعيده قوي فمش هتتشاف بشكل كبير، هيبقى المنظر بتاعها معمول بالشكل ده. واجي هنا من الرايت مود شيفت زد، من الرايت فيو شيفت زد، وممكن بقى ابتدي ايه امسك الايدج ده واقول له اتاكد بس ان انا واخده مظبوط اي زد، وانا عايز انزله كده، يعني انا عايز اعمل حته زياده كده. وبعدين همسك كل الايدج ده وهقول له اي واي اكسترود على الواي، وهشده لغايه الاخر. انا المفروض اقف عند الحز ده، بس انا هكمل جي واي، هكمل كده لغايه هنا، وهنعدل الحته دي فيما بعد، لان انا من بدايه بعد الحز ده كده هيبتدي اللفه بتاعه ظهر العربيه اللي هنشوفها هي عامله قد ايه. تمام. واجي بعد كده ممكن ابتدي اعمل ايه بقى، اعمل سب ديفيجن، يعني اكتر عدد اللوبس عشان يبقى السبيسنج في الحته الجديده دي تقريبا قد السبيسنج في الكلام ده. وده اللي احنا اتكلمنا عليه في التوبولوجي، ان السبيسنج بتاعنا مهم جدا جدا. الحز ده هنبقى نعمله مفيش مشاكل، التفاصيل الصغيره دي هنعملها بس لما نخلص الهيكل بتاع العربيه. هنا بقى هبتدي اشتغل على جنب العربيه والحته الورانيه بتاعتها. هدوس هنا كنترول الت كيو عشان اشوف الفور فيوز مع بعض، وابتدي اعمل اكسترود للايدج، وانا شايف من التوب فيو هبتدي اسحبه واروتيت على الزد لغايه لما اوصل للحته المناسبه، ابتدي اسحبه على الاكس اكس. الايدج ده انا شايف ان انا مش محتاجه، هختاره كله كنترول اكس عشان اعمل ديزولف للايدج ده. من الجنب هنا واضح ان هي مش متظبطه، عايزين نظبطها تاني. هنمسك الفيرتكس دي كلها جي واي وندخلها لجوه شويه، وبعدين نمسك الفيرتكس دي جي واي نحركها كده شويه، دي كمان جي واي، بحيث ان هي تاخد الكيرف بتاع العربيه نفسه. نيجي هنا بقى نمسك الايدجز اللي فوق خالص. هقول لك انا عايز اعمل ايه. انا عايز امسك الايدجز دي كلها الت كليك، واجي من الليفت واعمل لها شيفت دي وبعدين بي عشان افصلها عن العربيه تبقى اوبجكت لوحدها. وانا على الفيرتكس مود هاخدها اعمل لها اكسترود على الزد عشان تغطي لي المساحه دي كلها. زي ما انت شايف كده في حاجات خارجه بره العربيه. هنستخدم تول جديده بقى اللي هي الاكتيف اليمنت. ازاي؟ هناخد سيلكشن على الفيرتكس دي كلها ونشغل الاكتيف اليمنت، شيفت ان سيلكت الفيرتكس دي، شيفت تاني بنختارها يتحول لونها الى ابيض، فبقت هي البيفوت بوينت. فلما تعمل لها سكيل على الواي يتشدوا كلهم ناحيه البوينت دي. تاني اهو سكيل على الواي يتشدوا كلهم ناحيتها كأن هي دي البيفوت بوينت. ونيجي من الباك فيو نعمل نفس الكلام، لازم نعدي على كل الفيوز عشان نتأكد ان العربية ماشية مظبوط وان الموديل بتاعنا ماشي مظبوط. نيجي من التوب فيو هنلاقي ان هنا يعني محتاجة تاخد كيرف احسن من كده شوية، ومن ظهر العربية مش بعيد، بس ممكن نخش على الفيرتكس نمسك الفيرتكس دي كلها جي واي نرجعها لورا، ونيجي بقى من قدام ونبتدي نمسك فيرتكس نظبطها على الكيرف اللي موجود عندنا بقدر الامكان كده، بحيث ان هي تاخد نفس الكيرف بتاع وش العربيه. تيجي تبص عليها كده تلاقي
ان انت قدرت تعمل الجزء العلوي من العربيه كانها اوبجكت منفصل تماما. نعمل بقى الشبابيك ازاي؟ نيجي هنا نخش على الايدج مود ونبتدي نعمل لوب كات ونقرب الايدجز اللي بالطول تكون بنفس محاذاة القوايم اللي ما بين الشبابيك. لو في عندنا ايدج مش موجود ممكن نعمل لوب كات ونحطه ونبتدي نظبط الايدجز ده، ممكن ننزله تحت شويه، وبعدين نعمل بقى السبورتنج ايدجز، الحاجات الايدجز المساعده اللي احنا هنفتح في وسطها الشباك بالظبط. ناخد لوب كات جنب كل قايم كده، وبعدين نعمل لوب كاتس في النص عشان نقسمهم مربعات، ونيجي نمسك الفيسز دي كلها ونمسحها. بس بدل ما ندلتها خالص احنا ممكن نستغلها ان احنا نفصلها، ندوس بي ونفصلها عشان يبقى عندنا اوبجكت لما نيجي نحب نعمل الازاز ما نرجعش نعمله من اول تاني. اهم حاجه ان احنا نسمي الاوبجكتس بتاعتنا عشان ما نتوهش فيما بعد، يبقى احنا عارفين الاوبجكت ده اسمه ايه. فانا ابتديت اسميه W1 و W2 على اعتبار ان ده ويندو، واجي بعد كده هاد موديفاير سوليديفاي موديفاير واديله ثيكنس واخلي ايفن ثيكنس يبقى موجود، يطلع معانا بالشكل ده كده. وامسك كمان الايدجز دي ممكن اعمل لها سكيل على الواي 0 عشان تبقى مستقيمه، وابتدي احط سبورتنج لوب واشتغل برضو على الويندو اللي ورا بنفس الطريقه بالظبط زي ما عملنا قبل كده في العجله الاماميه لما كنا بنعمل الرفارف. هنعمل نفس الكونسبت بالظبط في الرفارف اللي ورا. هنستخدم النايف تول واحنا على الفيس مود عشان نرسم بالظبط الشكل بتاعها زي موجود في الريفرنس ايمجز، وفي نفس الوقت هنربط الفيرتكس ببعضها عشان نخلي كل حاجه كواد. وبعد كده نمسك كل الفيسز دي واقول لك احنا هنعمل فيها ايه. احنا هنمسكها كلها ونعمل لها كنترول اكس ليميتد ديزولف عشان نشيل كل الايدجز دي، وبعدين نعمل لها انست بسيط شويه ونشيل الباوندري، العلامه من على الباوندري عشان ينزل الايدج تحت زي ما احنا شايفين كده، وبعدين ادلت الفيس ده كله. طب احنا عملنا الكلام ده ليه؟ احنا عملنا الكلام ده عشان يبقى فيه سبورت ايدجز جنب بعضها بحيث ان الكيرف ده يمسك نفسه شويه، وبعدين بنظبط التوبولوجي زي ما احنا متعودين. والدرس ده انا عايز اقول ان هو مهم جدا لان احنا بنتعرض للتوبولوجي وازاي بنحافظ على الكواد وبنتمرن عليها. اخد الفيرتكس دي ارفعها لفوق شويه عشان اعمل شكل الدايموند ده، واللي ملوش لازمه بعمل له ديزولف كنترول اكس عشان اعمل ديزولف للايدجز لو انا شايف ان هي مش مناسبه ليا. بشغل السموث عشان اشوف اتاكد ان هي ماشيه بشكل جيد، واجي هنا بقى هعمل نفس الفكره اللي عملناها قبل كده بالظبط، ان انا هاخد كل الايدج ده اربطه بس هنا كده عشان انا هحتاج ان انا الايدج ده عايز اخليه مستقيم على الواي اكسس. بظبط بقى زي ما انتم شايفين كده، عشان خاطر في الاخر عايز اعمل بيفل صغير شويه ما يبقاش كبير، واعمل لوب كات تاني جوه وادخله لجوه شويه، واظبط البوليجونز اللي حواليه عشان تديني شكل الكوادز، او احافظ على الفيسز انها تبقى كلها كوادز زي ما احنا شايفين كده.
واجي هنا احط ال 3D كيرسر في النص كده وشيفت اد بلين، وابتدي اظبط البلين عن طريق الفيرتكس على المقاس اللي انا شايفه للسقف. هاد subdivision surface واعمل لوب كات عشان اشتغل على جنب واحد، هعمل ميرور وهشتغل على جنب واحد بس عشان ما اكررش اللي انا بعمله يمين وشمال في السقف. عايز اعمل لوب كات وابتدي اعمل لوب كاتس زي ما انا محتاج عشان اظبط السقف بتاع العربية ياخد نفس الكيرف بتاع الريفرنس ايمج من التوب فيو. تزود اللوب كاتس زي ما انت عايز عشان بس تاخد الشكل المناسب اللي يحقق لك شكل الريفرنس ايمج. وفي الاخر كمان هتعمل لوب كات بنفس الشكل ده، وتيجي تاخد الفيسز دي كلها وتعمل لها اكسترود على الزد، وكمان تعمل للفيسز اللي على الجنب تعمل لها اكسترود along نورمالز عشان تطلع لبره شويه. تعمل اكسترود لفوق كده، وبعدين وانت على الفيرتكس مود تبتدي بقى تظبط الفيرتكس بتاعتك تاخد نفس الكيرف اللي موجود فوق. بهدوء وبراحة. الشغل دايما محتاج ان انت تكون بتشتغل بروقان وبتشتغل وانت هادي مش متسربع وما تبقاش زهقان. تظبط اللوبس بقى زي ما انت عايز، جي وتنزله لتحت شويه عشان ياخد اللفه دي، ومن قدام انت محتاج تعمل نفس الكلام بالظبط. ما تنساش الموضوع ده، ان انت تتاكد ان الفيرتكس ماشيه مظبوط. فهتيجي ترفع من النص شويه، ومن على الجنب هتاخد الفيرتكس دي وتدخلها لجوه على الاكس اكسس عشان تاخد اللفه كمان من الجنب بتاعها. وانت شغال هيظهر معاك مشاكل، لازم تتعلم ازاي تحل المشاكل دي بالتجربه وبدون زهق. هنا انا بحاول اظبط برضو الايدجز عشان شايف ان في شارب كده في الايدج اللي ورا، بشوف انهي ايدج اللي عامل المشكله دي واعدله لغايه لما يظبط معايا. كده احنا ممكن نبتدي نشتغل بقى على الفتحات اللي موجوده في السقف. فهنخش على الايزوليشن مود عشان نمسك السقف بتاعنا ده، وعلى الايديت مود هبتدي ازود عدد الكاتس، اللوب كاتس بتاعتي، اظبطها كده زي ما انا شايف، وبعدين اتاكد ان الايدجز احركها كده من الريفرنس ايمجز من الجنب كده من على الليفت فيو، واحرك الايدجز تبقى على اول واخر كل فتحه، واظبط السبيسنج ما بين اللوبس كلها. ولو احتاجت ان انا ااد لوب كات عادي جدا، ما عنديش مشاكل. بقدر الامكان السبيسنج ما بين الايدجز
يكون قريب من بعضه. اجي امسك بقى كل الفيسز اللي انا محتاج ان انا اشتغل عليها واعمل لها اكسترود along النورمالز كده عشان تخش لجوه شويه. اجي امسك الفيسز دي واعمل كده لوب كات هنا، واعمل اللوب كات ده بيفل عشان نعمل السبورتنج ايدجز اللي احنا كنا اتكلمنا عليها. احاول اثبت الرقم بتاع البيفل عشان انا هكرره اكتر من مره في كل الفتحات اللي احنا عاملينها. نفس الكلام هعمل لوب كات، واللوب كات هعمل له بيفل، وخلاص انا حفظت الرقم عشان يبقى تقريبا كله زي بعضه. البيفل ده بيحافظ لنا على فكره السبورتنج ايدجز زي ما كنا اتكلمنا قبل كده، فيحافظ على شكل الفتحه ما تضربش مني. ولما اجي اشغل السب ديفيجن موديفاير هتطلع معايا بالشكل ده. ممكن بقى اعمل لها سيمتري على الاكس اكسس عشان اللي انا عملته في الجنب اليمين يتكرر في الجنب الشمال. هنشتغل على الشبابيك. امسك الشباك edit mode face، امسك كل الفيسز واعمل لها انست تخش لجوه شويه. ابتدي احافظ على رقم معين يكون مناسب عشان انا عايز اكررها اكتر من مره، واعمل لها اكسترود نفس الكلام. مش عايزها تطلع لبره قوي كده، عايز اخليها اكسترود مناسب شويه. واجي اعمل لوب كات في الطرف هنا كده، واللوب كات ده هعمل له بيفل. نفس الكلام اللي عملناه في الفتحات بتاعه سقف العربيه هنعمله في الشباك بالظبط عشان نحافظ على شكل الشباك بعد ما نطبق السب ديفيجن سيرفيس زي ما احنا شايفين. وابتدي بعد كده اشغل الميرور عشان تطبق الناحيه الثانيه، واشتغل على كل شباك بنفس الطريقه لغايه لما اخلصهم كلهم.
وبكده نكون خلصنا الجزء الثالث، وإن شاء الله الجزء الجاي هيكون الجزء الأخير. أرجو يكون المحتوى لغاية دلوقتي عجبك ومفيد ليك، وأتمنى إن أنت تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.